أعلن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف مساء اليوم بنيويورك أن الجزائر وبقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قررت تقديم مساهمة مالية استثنائية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قدرها 15 مليون دولار أمريكي. وقال عطاف أن هذه المساهمة المالية تضاف إلى ما سبق وبادرت الجزائر بتقديمها بصفة مباشرة للسلطة الفلسطينية فيما تعتبره واجبا حقا ومسؤولية ثابتة تقع علينا وعلى غيرنا من المجموعة الدولية. وأضاف وزير الشؤون الخارجية أن الأونروا اليوم أصبحت محل هجوم سافر واستخدام مشين من قبل الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني الذي لم يتردد في قصف أزيد من 160 مركزا تابعا لها واستباحة العاملين والمرابطين بها.